الراجل ده كان سايب والده وحماه واخو مراته ومراته في البيت. نزل يشتري حاجه ورجع ملقاش والده، فبيقول لهم فين بابا؟ قالوا له ما نعرفش، خد شنطته ونزل. قال لهم ازاي الكلام ده؟ حد فيكم قال له حاجه ولا زعله في حاجه؟ فحماه رد عليه وقال له لا، احنا اتفاجئنا بيه بياخد شنطته وماشي. قال لهم ازاي؟ اكيد انتوا قلتوا له حاجه او زعلتوه. فهنا اخو مراته قال لباباه: بابا انا جعان، قوم بينا نتعشى وبعدين يبقى اتكلموا في الموضوع ده بعد الاكل. فهنا اتعصب عليه جوز اخته وقال له: اكل ايه وكلام ايه؟ محدش هياكل حاجه، انا عاوز اعرف ايه اللي حصل مع بابا بالظبط. فهنا مراته اخيرا نطقت وردت، قالت له: بقول لك ايه، هو خد شنطته ومشي لوحده، محدش عمل له حاجه ولا قال له حاجه. قال لها: طيب خلاص تمام جدا، دلوقتي انا هتصل بيه دلوقتي واعرف منه الاسباب طالما انتوا محدش فيكم عاوز يتكلم. هنا حماه قال له: استنى، انا هفهمك. بصراحه انا طردته، مريض وتعبان وريحته وحشه ولبسه مش نظيف، وديك شايف احنا منظرنا عامل ازاي، خفت منه من الميكروبات اللي عنده فطردته. فاخو مراته قال له: بصراحه انا ما كنتش طايق ريحته. فهنا اتعصب جدا وقال لهم: انتوا ما عندكمش رحمه. وجه الكلام لمراته، قال لها: انا عارف انك ما بتحبيش ابويا، ابويا تعبان واللي حصل ده مش هيعدي على خير. وزق الكرسي، قام حماه اتعصب عليه وضربه بالقلم. قال له: لما تيجي تتكلم مع بنتي تتكلم بصوت واطي، وما تتعصبش عليا لا انا ولا هي. جوز بنته اتحمل القلم ومرضيش يرد عليه، بس قال له كلمتين. قال له: حط نفسك مكان ابويا ومرات ابنك طردتك من بيت ابنك، هتحس بايه؟ قال له: انت هتشبهني بابوك؟ طيب ايه رايك ابوك ده ما يجيش البيت هنا تاني، ولو عايز تروح توديه للدكتور تروح توديه وترجعه بيته، انما البيت ده ما يخطوهوش بخطوه واحده. قال له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده بيتي وانا اللي بصرف على البيت ودي شقتي وملكي، انت وابنك قاعدين هنا عمري ما دفعتكم فلس واحد، هو ده جزائي في النهايه؟ انا خلاص صبرت عليكم كتير، انت وبنتك وابنك اتفضلوا اطلعوا بره بيتي، وبكره الصبح هيوصلكوا ورقه الطلاق. فهنا حماه اتراجع عن اللي كان بيعمله وقال له: خلاص يا ابني، احنا مستعدين نعتذر لوالدك والموضوع يهدى وتفضل مع مراتك وما نخربش البيت، اقعد ونتفاهم مع بعض. قال له: مفيش تفاهم، اللي حصل ده كبير وانتوا اهنتوا ابويا كانكم اهنتوني انا شخصيا، وانا عملت معاكم كتير ومحدش قدر، ما عنديش كلام تاني، تفضلوا اطلعوا بره. فايه رايكم في تصرف الزوج؟ هل كان ممكن يقعد ويحل الموضوع، وخصوصا انهم كانوا هيعتذروا وعرفوا غلطهم، ولا القرار اللي اخده قرار الطلاق كان صح؟ منتظر ردكم في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على النبي.